15 يوم الوحي ما نزل، وكان ينزل عليك يوميا. إذا تركك الله وبغضك، لأنه الآية السورة الكريمة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، ودعك يعني تركك، وما قلاك، وما قلع يعني بغضك. هاي اللي كانت أم جميل زوجة أبو لهب، هاي تصير عمة معاوية، عمته. أيوة النعم. هذه بالنسبة إلها أم جميل زوجة أبو لهب. لما نزلت هاي السورة كانت تجي بالطرقات تمشي وتصيح مذمما قلينا، ما تسميه محمد أبدا، تسميه مذمم. من عاشت لما ماتت. قلينا معناها بغضناه، تركناه، ما نريده. زين. فإذا ما ودعك ربك، الله يقول له تبا شوف، يعني منا تلاحظ مكانة النبي صلى الله عليه وآله. فهاي السورة مو اجوا قريش يشمتون بالنبي والنبي حزن مو صدقهم، لا صدقهم شلون؟ هم ناس كاذبين. اثنين، هو اتصاله بالسماء يعرف كل الامور، لكن حزن النبي لان صار مجال لقريش ان يشمتون به. فلما حزن النبي الله ما خلاه حزناه، شو نزل السورة الإله يحلف للنبي، الله تعالى هذا العظيم يحلف للنبي، يقول له يا محمد والضحى، أنا أحلف لك بالضحى، أحلف لك بالليل إذا سجى، ترى أنا لا تركتك ولا بغضتك. يعني الله يحلف إله. لاحظ شنو من عظمة هذه.